السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تدعوا لأمي وابويا بالرحمة. ايه النهاردة بقى هعمل لكم احلى اكلة عدس. بصوا، عدس بقى ده طعمه حكاية من الاخر كده. بس ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات عشان يوصلكوا كل جديد. دي كنت جايبة ماسورة بقى كده، ماسورة حلوة، ونزلت عليها ببصلتين وتوم وجزر وطماطم مع الماسورة، كل ده والعدس. كل ده هيسيبه يستوى مع بعض مع شوية مية كويسين. كل ده غسلاه وحطيته كله معاه في الصينية، سيبته يستوى كله مع بعض. واعمل بقى كيلو البرتنجان ده غسلاه ومقطعاه، يعني عاملة مظبطاه من كل حاجة. محضرة له الدقة برضو. هقول لكم الدقة عبارة عن ايه برضو. يعني انا عاملة الدقة دي إيه: 4 فصوص توم، قرن شطة اخضر، قرن شطة حراق احمر، ليمونتين بس، ملح وكمون. هي دي المكونات اللي انا ضربها في الكبة ومحضرها. بس كده، وايه اخلي البتنجان واقسمه على طبقين. احلى اكلة النهاردة واقتصادية وجميلة. يعني الماسورة ديت رحت السوق انا جبتها على طول، اديته 5 جنيه واداني ومكانش عايز ياخد فلوس اصلا. دي بتخلي العدس كده طعمه حكاية، كله كده النخاع اللي جوه ده كله بفضيه في العدس. دي أكلة اقتصادية وجميلة قوي والله يا جماعة. يعني كلنا بنحبها في الشتاء، بتدفي أصلا في الشتاء. كل يوم عاملكوا أكلة مختلفة في الشتاء إن شاء الله. ده البتنجان كله خللته كده، الكيلو كله هقسمه على طبقين. أصلا من حلاوته ما بيقعدش أصلا البتنجان المقلي ده، لو انتوا عملتوه بنفس التتبيلة دي. يعني التتبيلة، يعني شطة، يعني قرن شطة حمر على قرن شطة خضر، كمون، ملح، توم، حاجات بسيطة خالص هتخليلك البتنجان ده حكاية. انا استخسرت صراحة بالدقة التانية دي، رصيت عليها البتنجان كله، قسمت عليه البتنجان كده على طبقين. بس كده خلصته. واعمل بقى ايه؟ العدس كان برد اعمله. الماسورة لغاية دلوقتي لسه جوه. بص اصلا البهاريس اللي على العدس كلها، ولسه هفضي كل اللي في قلبها. والماسورة مترماش بقى ايه، العيال بياكلوا اللي بره، القراقيش اللي بره دي بيبقى طعمه حكاية. حتى بقى الجزر والطماطم والبصل والثوم مخليه بقى طعمه حكاية، احلى من الفراخ واللحم لو انت عملتيه كده. هضرب بقى كله في الخلاط الاول، تنعميه خالص، مش عايزه فيه اي حاجه. انت بقى براحتك، في او انت عايزه تحمري له بصلايه براحتك. انا ساعات بحمر له بصلايه وساعات لا، مش على طول يعني. بصوا لونه جميل تحفه. وفي ناس بيشربوه في كوبايات كده من غير شعريه او حاجه، يعني بيحط عليه التوابل كده وبيشرب في الشتاء في الكوبايات. يعني انا عارفه مطاعم كبيره بيعملوا الحركه دي. كل بقى الكميه كلها هضربها في الخلاط. بصوا الكميه كلها ما شاء الله عملت معايا حله جميله قد النص كيلو. فرد معايا جامد وعمل معايا كميه كويسه. احلى شويه عدس هتعملي. كل اكله هعملها هصورها لكم ان شاء الله. هضرب كل العدس بقى عشان ايه؟ احط التوابل بتاعته. توابله بقى هي اللي بيخلي طعمه حكايه كمان. يعني النص كيلو ده لو انتي عيلة، يعني لو انت هتعملي نص كيلو ده عيلة. لو انتي وجوزك ومعاكي عيالك برضو ممكن تعملي ربع كيلو كفاية قوي. وفي ناس بيعملوا 8 كيلو، يعني حبة قليلين خالص. الحبة الأخرى دول لقيت عظم من الماسورة، قلت اما اصفيهم أحسن، العظمة تيجي تحت ضرس حد أو كده. صفيته خالص اهو، لقيت العظمية فيه. بس جبت بقى حلة على النار تاني، احط الحلة بقى على النار، واحط بقى ايه العدس بتاعي، هسيبه يغلي وهنزل عليه بالتوابل. التوابل عبارة عن ايه بقى؟
كمون وملح ومرقة، بس مفيش حاجة اكتر من كده. وحاطة يعني حتة زبدة صغيرة محمرة فيها الشعرية. هو ده العدس، ولا مكلف ولا اي حاجة يا جماعة. واحمر بقى الشعرية خالص واتشها على العدس. تاكلي بقى ونحطها على العدس بقى وندفع على العدس. الشعرية تستوى منه فيه، يعني الشعرية مش بتسويها تاني، لا هي تستوى منه فيه بقى. واديله تقليبة وخلاص كده، ونقعد بأكلتنا الجميلة. بص الماسورة انا خدت كل اللي جواها، طعمها حكاية، وانا قعدنا ناكل فيها واحنا واقفين اصلا. يا ريت لو عجبكم فيديو النهاردة تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعملوا لايك واشتراك في القناة. تعالوا بقى نغرف معاكم العدس الجميل ده. محدش صابر لما اطلع الاكل بره، كله قعد ياكل هو العدس وانا لسه بغرف. بصوا العدس لونه جميل وطعمه جميل، هو لونه اصلا احلى من كده بكتير على الطبيعة. ممكن يكون عشان التصوير تلاقي شكله متغير شوية، احمر يعني احمر وجميل كده. يلا اشوفكم على خير، مع السلامة.